متابعي قناة الخبر اليقين 24، أهلا بكم في هذا الموجز الإخباري. خبر هام وعاجل عن الضمان الاجتماعي. فضلا منك وليس أمرا، اشترك في القناة وفعل زر الجرس باش توصل بجديد الأخبار. صادق مجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع القانون رقم 02.24 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي. خلال جلسة عمومية حصل المشروع على موافقة 33 مستشارا برلمانيا مع امتناع 3 مستشارين عن التصويت دون تسجيل أي معارضة. أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن مراجعة أحكام نظام الضمان الاجتماعي تهدف إلى تعزيز حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحسين خدماته. وأوضحت الوزيرة أن مشروع القانون يتضمن أحكاما جديدة ترمي إلى تمكين الصندوق من إدارة أنظمة أخرى للحماية الاجتماعية وتخويل المدير العام للصندوق الصلاحيات اللازمة لتسييره، كما يشمل المشروع إنشاء لجان جهوية ووطنية للطعون المتعلقة بالمراقبة والتفتيش في مجال الضمان الاجتماعي، ومراجعة نسب احتساب دعائر التأخير والغرامات الناتجة عن عدم أداء الاشتراكات في الآجال المحددة. يهدف مشروع القانون أيضا إلى إضفاء صيغة الديون العمومية على ديون الصندوق، مما يسهم في تعزيز تحصيلها. تسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى تحسين جودة الخدمات وتبسيط المساطر، بما يعزز من استدامة نظام الضمان الاجتماعي وفعاليته في حماية المواطنين.